السلام عليكم، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اش اخباركم؟ الحمد لله يا ربي الحبيب. البنات اليوم مشينا سافرنا، ضربنا واحد السفيره حتى لبرشلونه، سفيره خفيفه ظريفه ما تعطلناش كاع. كي مشينا دارنا بحال للدار. بالنسبه للبنات اللي غيسولوني علاش مشيت لبرشلونه، مشيت اختي باش ندي ديك حسن اودي النسخه الكامله. كانوا طلقوا شي اشاعات هاد الايامات بالنسبه للقانون الجديد اللي دارته القنصليه المغربيه، قالوا لك خصك تدي النسخه الكامله باش تعاودي تسجلي، لحقاش الا ما تسجلتيش ما كتقدريش تعاودي تشدي السيطه او لا تصايبي شي ورقه. يعني مشينا وصينا على الورق، جاونا من المغرب ومشينا اليوم باش غادي نمشيو نديو الوراق. تلاقينا كل شيء تم تبدل بصفه عامه. المهم فاش مشينا دينا دوك الوراق، هبطنا عند مولات تصاور تمايا، البنت اللي كتصور قالت لك لا هذا القانون انا ما سمعتش به وما عرفتوش وما دايزه شي حاجه قدامي. بالنسبه للناس اللي ديجا متسجلين يعني صافي راهم مسجلين، علاش غادي يزيدوا يتسجلوا؟ شنو الافاده من داكشي؟ ما قالت لك انا ما فهمتش. المهم صافي قال لك راجلي قالت لك راه ما كاينش هذاك القانون. ما عرفتش شكون لا اختي، هاد الحمق ولا هاد الحمقى اللي خرجوا هاد الهضره هادي. ومشينا حنا كنضربوا مع الوراق، جيبوا النسخه الكامله من المغرب، لا القانون تبدل نوسيكي. ايوا مهم اختي اش غادي نقول لكم، الناس كتكثر الهضره والفيسبوك والتيك توك وشي كيهضر على هاد المعلومه هادي. فاش مشينا حنا ما تلقينا حتى شي حاجه، كيف ما كتشوفوا مع داك البلاصه اللي كانوا كيديروا فيها فوتوكوبي في الشكره تحيدات، هدموها كامله. وداك الصف اللي كان تيكون نتوما كتشوفوا ما كاين حتى شي صف، ما كاين حتى شي واحد. كانت 7 الصباح ما بقى حتى حاجه. والغريب في الامر ان القنصليه المغربيه صدرت واحد القانون جديد ديالهم هما، اللي بغى يشد السيطه خاصك تشديها ب10 اورو لواحد الشخص او لواحد البيرسونا. يعني انت الا عندك 2 دراري ولا 3 ولا 4 فخصك تخلصي اختي على داكشي كامل، تشدي السيطه. والسيطه ماشي كتمشي وتشديها في البلاصه، انت خصك تمشي تشديها عند لوكوطوريو، واللوكوطوريات مازال ما عارفينش هاد القضيه ديال السيطه. خصك تدخلي للسيت حتى كيقبلوا لك الشروط ديالك وتيعرفوك بلا اش من سيطه بغيتي، علاش بغيتيها وهادي وهادي. وتيخصك 3 ايام، على قد 3 ايام عاد كتمشي تشدي السيطه وكديري ليهم بيسوم في ديك 10 الاورو هي باش كتشدي السيطه ديال المغرب. ما عرفت اختي دابا مازال ما تاكدش واش السيطه كيشدوها لك لوكوطوري وتتخلصيهم 10 الاورو ولا ديك 10 الاورو كديها القنصليه. المهم القانون خرجته القنصليه، ديك 10 الاورو ما نعرفش شكون اللي كيشدها. المهم 10 الاورو راه كاينه، اولوا عليها عادي ديروها في روسكم. انا 10 الاورو خصك كل واحد تخلصي على 10 الاورو الا بغيتي تمشي تصايبي غير الباسبور ديال بلادك. ايوا هادشي اللي كاين. ورجعنا في حالنا، ما صايبنا حتى شي حاجه. الراجل شد واحد السيطه ولكن قال لي من هنا 3 ايام عاد غادي نرد عليك، عاد غادي يدير ليه بيسوم الاخر 10 الاورو. ولكن اللي انا فهمته ان اللي كياخذ لك السيطه ديال القنصليه المغربيه هو اللي كياخذ 10 الاورو. المهم القنصليه هي اللي مخرجه هذا القانون هذا. الله يلطف بينا والله يلطف بالجميع، والله يكون في عوان ويحسن عوان هذاك اللي عنده 3 و4 وغيد وحده. راه الاغلبيه ديال المغاربه راه المراه كتبقى في الدار والراجل خدام. المهم هنا البنات سالينا من ديك الصدمه، مشينا في حالنا باش بنا نعاس. فقنا مع 5، تكركبنا مع داك البرد، شمينا البرد ديال بصح، بقدينا حتى غرض. رجعنا مفقوسين وراه ماشي فقصه، راه فقصه، هي راه فقاسات هما. ما انتي شابعه نعاس، ما انتي مشيتي لواحد الحاجه اللي والله الا قلت لهم في الطريق كنفرح ملي كنشوف القنصليه المغربيه. يعني كتحسي كتشمي ريحه البلاد. ولكن شوفي يا اختي اش كيديروا فينا، شوفي اش كيديروا فينا. خصك تخلصي باش تدخلي. وي السيطه من حقهم، ولكن داك 10 الاورو لاش ديالاش؟ واحد ما عندوش مسكين، واحد ما عرفتش انا، ما عرفتش كيفاش كيفكروا هاد الناس والله اللي حنا في بلادهم وما دايريناش. او كل واحد وكيفاش كيفكر. ايوا المهم كنا عوالين نمشيو صبلا ساعه، استقلب بلان تبدل
مشينا يا اختي رجعنا في حالتنا، ما بقى بلاو، ما درنا حتى شي. المهم ضاع لنا نهار. عمركم ضاع لكم النهار الا سافرتوا تقضيو شي غرض ورجعتوا ما قضيتوش؟ هكاك طرالنا حنا اليوم. نايضين مع قلت لكم نايضين مع بومبر غادي فاطرين في السماء شادين. فيقت ولدي مسكين كيترعد لي في البرد في الصباح. المهم مشينا على النيه ديالنا اننا غادي نصايبوا كلشي ولو غير ندخلوا باش نشدوا السيطه، ولكن مع الاسف ان مولات الكوطوري ولا ما عرفتش مولات التصابر ولا قلت لك ممنوع لحقاش خصك اصلا تمشي تاخدي السيطه ابارتي طولو، يعني قبل ما تدخلي عندهم وقبل ما تشوفيهم خصك السيطه، والسيطه كتشدي على 3 ايام وديك 3 ايام كتخلصي ب 10 اورو. يعني بالسيف عليك تعطيها 10 اورو بالسيف عليك. واللي كيعرف يدخل السيت ديال المغاربه يشدها راسو. اللي ما كيعرفش لو كطريوت راه مازال ما عارفينش هاد القضيه هذه، مازال ما فاهمينش اصلا القانون اللي طبقاته القنصليه المغربيه. للاسف مازال حتى شي حاجه ما واضحه، ومازال الناس معلقين. ما كاين مساكن اللي ما كيعرفوش يشدوا السيطه، وكاين اللي ما عندوش، وكاين المهم بزاف ديال الحالات، وكل واحد الله يلطف به. هادشي اللي غادي نقول. المهم هنا البنات وصلنا، مشينا باش غادي نفطروا. كنا درنا اختار شكون اللي غيخلص الفطور اليوم. ايوا درت لهم اختار صراحه صدقات لوسي اللي خصها تخلص. المهم طار منا الفطور هاد الصباح، كنت جالسه انا وياه في الطونوبيل تنقولوا صافي فيقونا بكري وهادي والله تيخلصوا الفطور نمشيو ناكلوا هادي نمشيو ناكلوا السوج. بقيت كنشهي فيها صدقات مسكينه هي اللي مخلصه. المهم بالنسبه للبنات اللي ما عارفينش ليكسوس راه تبدلت البلاصه ديالها، رجعوا الفوق كيف ما كتشوفوا. راه كلشي عارف هاد الشارع هذا ما كنعرفش سميتو الصراحه. ليكسوس مبدله. المهم كاينه في هاد البلاصه هذه اللي شفتوا في الشارع هذا في الدخله ديال المنرسه من الفوق. هنا لوسي وولدي كانوا غاديين قدامي وعدوستي. دخلنا. هذا هو الليكسوس الجديد البنات اللي كان فاتح حدا سوق 3 راه تبدل. المهم هنايا قلت لك اختاروا شنو بغيتو. المهم مشينا كنتنزا اختي وكنشوفوا شكون اللي غتجي على القلب وعلى البال. بقينا كنتشهاو ساعه صدقت انا وراجلي خادين بلاطوس كومبليتوس، وهما كل وحده فيهم شدت داكشي اللي بغات. المهم صمكنا ديال بصح فهاد الصباح هذا قفقفنا عليها. وصافي هنا صافا شدت الحليب سولو، وعدوستي حتى هي شاده حليب سولو. المهم كل واحد شد داكشي اللي بغا حيتاش ما درناش بحال. وشدت المسيمنه وهذه شاده الكرواسه، وولدي شاد واحد البريوه هكا ديال الدجاج تاع صدق ما عجباتوش كلات هادوستي. وهنا هذا هو البلاطو يا اختي. بردنا القلب في صافا اليوم. فطرنا مجموعين ورجعنا واخا هكاك. المهم رجعنا دايرين مسترسين، ولكن الفينال ضربنا هذا البلاطو حنا نرتاح. المهم هنا البنات وريتكم فطور اللي كيوجدوا ليكسوس. فطور مغربي اختي على حقه طريقه. انا حطوا لنا البريردات كيشهيو، انا الصراحه عجبني. فيه البنه والبريستيج والديكور. المهم كيفكرك في البلاد وكيفكرك في الريحه ديال البلاد. كتحسي براسك انك راه عايشه شي شويه مع البلاد. وهذا هو الشكل النهائي ديال البلاطو ديالي. نتمنينا الاعجاب ديالكم، تكون في شي حاجه ولو تكون غير بسيطه، ونتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا فيه في شي حاجه. الى الفيديو المقبل ان شاء الله. تهلاو لي فريوسكم بسلامه.